اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يلا يا بنات، قبل ما نبدا ما تنسوش تصلوا على الرسول، حطوا لي لايك وكومنت حلو منكم، واشتركوا في القناه لو لسه مش مشتركين. بحبكم في الله. النهارده بقى يوم الروتين، يوم النظافه، يوم الرغوه، يوم الروايح الحلوه، يوم النشاط. قمت بقى لميت كل الفوط زي ما عرفتكم قبل كده. كل شخص فينا ليه الفوطة بتاعته، اللي هي بتقعد يعني، اللي هو يعني هي الوقت الشاور بس، يعني مرة واحدة في اليوم شاور، بنركن الفوطة وما بنستخدمهاش اكتر من كده. اتعودنا على كده. حطيت لها بقى برسيل جل ورابسو اوكسي، وحطيت لها كمان اللهم صل على النبي كلوروكس الوان. كلوروكس الوان تمام. وحطيت كمان شوية دوني يعمل ريحة حلوة. طبعا انتوا شايفين التلاجة عندي ازاي مقلوبة متبهدلة يا بنات خالص، بايظة. فقلت لا بقى، اقوم انا هقلب المطبخ كله، هعمل شوية ترتيبات كده فيه، انضفه. بصراحة يعني مش عاجبني، كنت بقلب الحاجة كلها. التلاجة حاساها ملزقة، فيها عنب واقع. فقلت لا، اقوم كده اشغل القرآن في البيت وافطر وصل واصلي. طبعا هصلي الاول وبعد كده افطر. وطلعت بقى صينيه يا بنات كده كبيره، عشان ايه؟ اصفي عليها كل حاجه، يعني هغسلها من بتاعه التلاجة. طبعا انا هنزل كل الرفوف، كل حاجه في التلاجة هنزلها واغسلها. طبعا فاصله التلاجة تمام. متنسوش بقى تصلوا على النبي، حطوا لي لايك وكومنت حلو منكم، واشتركوا في القناه. بصوا يا بنات، احنا كنا فرشين زي حاجه بلاستيك كده في الرفوف، فلزقت، فانا بحاول اطلعها بس للاسف مش عندي ضوافر. ما كنتش عارفه اشيلها تمام. المهم، وشايفين الحرقه اللي في ايدي دي؟ كنت بعمل لحمه ببصل زي ما قلت لكم على قناتي التانية، واتلسعت يعني. قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله جت بسيطه. المهم بقى، شوفوا كل الفواكه دي طلعت بايظه، فهرميها وكده. وهجيب بقى اطلع المفارش البلاستيك دي اغسلها. بصراحه هي دي كنا جايبينها في رمضان وكده، بس عايزه اقول لكم ان هي حلوه جدا، بتحافظ على التلاجة وكده. وهي بلاستيك يا بنات. انا بقى هزق التلاجة، هطلعها بره عشان عايزه اكنس ورا التلاجة وامسح. وكمان هغسل التلاجة من بره ومن جوه، هنضفها. يعني شايفين اللي طلع من ورا التلاجة؟ طلع بقى الرفوف ونغسل المفارش. اول حاجه هغسلها يعني المفارش عشان هصفيها، خليها تنشف. طبعا مش هتاخد وقت، على طول هتنشف يعني. بس ايه كده يا بنات بقى. وحاطه خل كمان مع البريل، بحبه جدا لما بغسل مثلا التلاجة، الميكرويف، التوستر، البوتاجاز، المطبخ. حتى بمسح المطبخ من جوه بخل، بيدي ريحه تعقيم حلوه قوي. متعوده يعني بصراحه على الحركه دي. بس احط بقى، جبت صينيه كده نظيفه، احط عليها المفارش، عشان عقبال ما يعني اغسل كل القطع بتاعه التلاجة وكده، تكون هي نشفت وافرشها تاني. ما بحبش افرش يعني افتح التلاجة احط فيها الحاجات كده على طول، لا، بحب المفارش دي حلوة. طبعا هي في منها مقطوعة كده، بس ان شاء الله لما انزل ابقى اجيب غيرها يعني. بس اشوف حاجة تانية يعني غير مكتوب عليها رمضان كريم، اشكال تانية يعني. جبت بقى الرفوف، وعايزه اقول لكم ان انا كنت خايفه جدا وانا بغسلها، لان الرفوف ازاز. طبعا انتوا عارفين اللي هي التلاجات دايما LG بتبقى الرفوف بتاعتها ازاز، مش باغ يعني او اكليريك او كده. هي اكليريك ولا بتبقى بلاستيك مش عارفه، بس كانت ازاز وتقيله جدا. فكنت خايفه بصراحه، لان برضو البريل كده الرغاوي دي بخاف ان هو يعني يقع من ايدي وكده. جبت الرف التاني اغسله. عايزه اقول لكم انا ارتحت نفسيا. وبعدين انا شوفوا الباب بقى، هغسله كده. غسلت، مش عارفه لسه هغسل ده معاكم ولا ايه، لان في مقطع اتمسح من عندي. لا كده ادام بوريكم، يبقى انا بوريكم ان انا غسلتها يعني. اركب بقى الرفوف اهو، كل حاجه كده. بحاول برضو البتاعه دي مضايقاني جدا، بس مش عارفه اشيلها. بصوا بقى، هرجع الحاجه تانية كلها مكانها، الصوصات وكده. بس الفوطه اللي معايا دي مليانه يعني نقط، حطيت فيها نقطه بريل وشويه خل. اقطع من الحاجه برضو امسحها من بره وكده. دي الصوصات بقى كلها، الهوت صوص كل حاجه يعني. خليتها، قلت اخليها جنب بعضها. وخليت المستردة والعسل النحل وعسل الجلوكوز جنب بعض. ده دي اسمها ايه يا بنات؟
هريسة الشطة. تمام. قلت بقى ايه اغسلها، وطبعا عشان عندي التلاجة فاضية فقلت لا، قبل ما اشتري حاجة واجيب حاجة الشهر وكده لازم اغسل التلاجة كويس. بصوا البرطمانات دي بصراحة استخسرت ان انا ارميها وكده، فقلت اغسلها. كان فيها عسل ابيض، قلت استفاد منها يعني. تمام. الكوبايه دي كنت عامله فيها نسكافيه، بس زي ما قلت لكم ده كنت بشربها معاكم في وانا بغسل التلاجة، بس للاسف المقطع ده اتمسح مني غصب عني. يلا بقى، لو وصلت للدقيقه دي من الفيديو متنسيش تشتركي في القناه وحطي لي لايك حلو منك كده، وشجعوني يا بنات بكومنتات كتيره حلوه منكم. بحبكم في الله. بس كده بقى. طبعا انا عندي كام واحد يعني البرطمان مثلا عسل يوصل لربعه، ف... فانساه في التلاجة واروح اجيب حاجة غيره يعني. بصوا كان عندي العلبة دي مليانة عسل نحل اسود، فقلت افضيها بقى في برطمان ازاز بدل العلبة الكبيرة دي، لان هي كانت مليانة. كان فاضل بقى فيها شوية، قلت اغسل البرطمان واحطهم فيها بدل ما تاخد مساحة على الفاضي وكده. وانا كده كده عايزة التلاجة تكون فاضية عشان ما عنديش خضار ولا عندي حاجة. هتشوفوه في فيديو تاني ان شاء الله، انزل اجيب طلبات البيت وكده. بس نحط بقى، طبعا انا عندي برضو برطمان عسل نحل تاني مش عارفه اسمه ايه دلوقتي، لما اشوفه وانا بحطه في التلاجة ارصصه معاكم هفتكر اسمه. بس اغسل بقى الحاجه. طبعا انا قلت ابدا بجزء جزء، ابدا بالتلاجة وبعد كده اشوف بقيه المطبخ هعمل فيه ايه تاني. بس برضو ده هينزل لكم في فيديو تاني لوحده ان شاء الله، ربنا يعني. كده خلاص المفارش كان يعني نشفت. بص اول رف بقى ده هحط فيه الحاجات بتاعه الفطار، اللي هي الجبنه التلاجة، الجبنه الرومي. هنا ده برطمان عسل النحله اهو، نوع حلو قوي يا بنات. برضو حطيته مش فاكره اسمه. ده البيض، ما عنديش بيض كتير، عندي 5 بيضات باين، ان شاء الله ابقى اجيب. فخليت الرف الاولاني دوت مثلا هجيب لانشون، هجيب حاجه. طبعا ده وحده السمنه دي انا مطلعاها باخد منها يعني لما بقلي بيض وكده. طبعا دولت علبتين، وحطيت كمان علبتين الحلاوه الطحينيه دولت، ودي علبه مش. تمام يا بنات. كده افرج. شفتوا بقى التلاجة بتلمع ازاي متعقمه يا بنات. وحطيت المريندا والبيبسي متعقمه، وريحه الخل حلوه في غسيل الحاجات دي. انا قلت لا، انا ما بحبش كده، ما بحبش يعني ان البيت يكون متكركب، يعني انا بشتغل فيه الايام دي بعمل فيه حاجات وكده. مش عارفه المفرش ده بتاع ايه. المهم نزود خل. شكلي بقى كده هغسل الفريزر. تمام يعني اكيد مش غسلت تحت، طلعت كده كل الحاجه، وكمان طلعت كل الحاجه وكل الحاجه اللي في البيبان عشان قلت ايه هغسله. طبعا انا كده كنت غسلته وبنشفه بقى. تمام. وكنت بغسل المفارش بتاعته كمان. بصوا هفرش برضو المفارش، لان انا محتاجه اشوف ايه اللي في التلاجة، يعني في حاجات بايظه وفي حاجات كده ارتبها، لان انا محتاجه مساحه في الفريزر، وان شاء الله برضو هقول لكم ليه في فيديو تاني. المهم نمسح بقى الباب. طبعا غسلته برضو، واروح اشطف الفوطه دي يا بنات وارجع تاني انشف، اشطف الفوطه وارجع انشف. بسم الله ما شاء الله، يعني التلاجة نطفت خالص، بقت ريحتها حلوه. فضيت فيها مكان عشان بقى انا هشوف هجيب فيها ايه وكده. وقلت بقى اغسل الجزء ده من الرخامه واغسل الصينيه عشان اغسل المواعين عليها يعني. وطبعا عملت معاكم دوره غسيل في الاول فوط وشغاله في حاجه. وكل يوم يا بنات على فكره يعني نعمل حاجه واحده، مش شرط يعني ان احنا نعلي على بعض. يعني في ايه بقى؟ ان مثلا نكسر ظهرنا ونعمل مثلا كل شغل البيت في يوم واحد، لا نجزأ كده الشغل عشان حتى ما نزهقش. تمام. انا قلت النهارده اعمل دوره الفوط دي، اغسل يعني الفوط يعني لو غسيل وحاجه ومفارش وكده، قلت عادي اعمل دورات واعمل. بس التلاجة عايزه اقول لكم ان التلاجة دي والله العظيم اتعملت ممكن في ساعتين. عايزه اقول لكم ان انا زقتها كمان، طلعتها بره لوحدي. الحاجات بتاعه تلاجتي كبيره، تلاجتي 24 ادم او 23، كبيره كبيره خالص. وكانت مليانه حاجات، فيها حاجات كتيره بايظه. فخدت مني وقت، وغسلتها وكنت بروح اغسل الحاجه وارجع تاني اركبها، وكنت بخلع الحاجه بتاعه التلاجة وشويه مش عارفه اركب الرفوف، فخدت مني وقت. فاهمين يا بنات؟ فهو عملت البوتاجاز وغسلت الرخامه وعملت التلاجة وعملت الغسيل. ده اللي عملته يعني النهارده وكده. كل يوم بعمل حاجه يعني. المهم دي الرفوف بتاع باب التلاجة من فوق بتاع الفريزر.
حطيتوا لايك ولا لا؟ متنسوش تشتركوا في القناه. طبعا بقى نرجع الحاجه تاني، ده ورق عنب متفرز والفراوله والفواكه رجعتها تاني في باب التلاجة. بصوا بقى، ده ورا التلاجة كان فيه شويه تراب كده، قلت اكنسهم وبعد كده اجيب الجردل والقماشه دي مخصصه، يعني احنا عاملينها زي يا بنات كانت دفايه وماما قصتها خليتها للمسيح، بتبقى حلوه جدا وبتنشف كده. مسحت ورجعت، طبعا مش هينفع اصور لكم وانا بميل في الارض وكده. غسلت التلاجة من الجنبين ومن ورا ومن قدام، نضفتها جدا يعني. بس شايفين الثمر بقى بتاعها بقى بيلمع ازاي كده. بقى كان الفوط خلاص الدورة بتاعتها خلصت، فاخدها بقى ونطلع ننشرها علشان نروح نعمل غدا عند ماما، نشوف احنا هنعمل ايه. طبعا بعد اليوم ده مش هينفع اعمل اكلة تقيلة، فاخترت اسهل حاجة وحاجة حلوة كلنا بنحبها وبناكلها. هتشوفوا دلوقتي بس ما تستعجلوش، حطوا لي بس لايك واشتركوا في القناة يا حبايبي. شوفوا بقى الفوط بتلمع يا بنات، نطفت جدا جدا. شوية الكروكس الالوان ده والدوني والربسو الجل مع الربسو الحبيبات، ريحتها حلوة ونظيفة شايفين. وفي طبعا كلها البشكرات دي بتاعتي يعني اهو. بجمع بقى الفوط كلها مع بعض مثلا وراها غسلها، طبعا عشان احنا كام حد في البيت فبيبقى فيه كام فوطة يعني، وفوط جوزي كمان اهو. وكنت مسحه المدخل بس الكلام ده كان قبلها بيوم يعني. بصوا بقى، رحت عند ماما، احنا اتفقنا يعني ان احنا هنعمل حواوشي وكده، وكمان جوزي عايز ياكل حواوشي تمام، بيحبوا جدا مع السلطه، مع سلطه الطحينه، وانا بعمله حلو قوي بصراحه. دول بصلتين يا بنات، نزلت عليهم بنص كيلو لحمه وعليهم فلفل بقى رومي على سبايسي على احمر، بحط شويه من السبع بهارات، وحطيت كيس يا بنات من بهارات الحواوشي وشويه من بهارات اللحمه وملح وفلفل تمام، بس المقطع برضو اتمسح. المهم دهنت الصينيه دي زيت وحطيت اللحمه جوه الرغيف يعني، ومن وشه ومن فوق زيت، وندخله بقى الفرن. وعملت السلطه الخضراء، وادي سلطه الطحينه، حطيت زبادي وحطيت طحينه، معلقتين زبادي على شويه طحينه، قلبتهم فكيتهم بميه دافيه تمام. حطيت التوابل ملح وفلفل كمون كزبره شطه بابريكا، شويه زيت، ونحط عليها بقدونس كده ان احنا نشكلها من فوق يعني يديها شكل حلو كده. الحواوشي كان طلع، عايزه اقول لكم طعمه جميل جدا. نعمل بقى السلطه، طلعتها من التلاجة. انتوا عارفين ان انا ما بحطش عليها الملح في البدايه عشان ما تتبلش. حطيت ملح وبابريكا وشطه وفلفل اسود، فلفل اسود ايه، ملح وشطه بابريكا كمون كزبره. دي البهارات بتاعتي في السلطه وبحبها جدا، وكلنا بنحبها كده هنا عندنا في البيت تمام. في ناس ممكن يحطوا ملح بس يعني دي بتبقى حريه شخصيه. وحطيت طبعا عليها خل وليمون. حطيت الحوشي كله في حله كده، وكنت مولعه فحم، حطيته بشويه زيت عشان ايه، يبقى كانه على الفحم. وكده خلاص يا بنات قدمت الاكل. شوفوا بقى الشكل عامل ازاي، وعلى طول وغسلت جرجير. وده كان غدانا النهارده، واشوفكم في فيديو جديد. بحبكم في الله، يلا يا بنات مع السلامه.